السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لجميع الإخوان والأخوات. وفي إطار تتبع المشاريع التي تقام داخل عمالة صخيرة تمارة، تقدم كبير في أشغال تهيئة شارع الأدارسة المسيرة 2 بعد عمليات تحرير الملك العمومي من العشوائي. تنشوفوا الآن تهيئة الشارع الأدارسة بتبليط أمام المنازل. غادي تشوفوا معنا العمليه ديال تركيب الاعمده الكهرباء الجديده كما قلنا سابقا في الفيديوهات السابقه على لي مارك ديال اعمده الكهرباء الجديده والمصابيح الجديده تقنيه الليد. غادي نشوفوا الان بعد الاتصال الهاتفي من بعض الاخوان نشوفوا العمليه ديال تركيب أعمدة الكهرباء لشركة لماليف. كما تلاحظوا معنا الآن انتهت العملية ديال التبليط أمام المحلات التجارية. مازال بعض الأماكن ما وصلتش أشغال، وربما جميع الأزقة والشوارع ديال المغرب، حي المغرب العربي، غتشملهم العملية ديال التهيئ. صراحة يعني واحد 80% من ساكنة شارع الأدارسة فرحانة بهذه العملية ديال التهيئ. هذا الشارع هذا اللي كان الاحتلال ديالو لأزيد من 20 سنة من طرف الباعة الجائلين، الآن هما في وقفة احتجاجية في شارع مولاي علي الشريف من أجل المطالبة الجهات المختصة إنشاء أسواق نموذجية. يعني الآن متابعينا الكرام تتساءلوا واش الإنارة غتكون غير في جهة وحدة؟ ربما فعلا غتكون غير في جهة وحدة، لأن هاد التقنيات ديال هاد أعمدة الكهرباء اللي بالليد تيكونوا يعني في لهم واحد الجودة كبيرة. القيصرية الآن تنشوفوا تركيب العمليات ديال أعمدة الكهرباء. شركة لماليف هي اللي مكلفة. فعلا ربما التساؤل ديال احد المتابعين على العمليات. نشوفوا الان العمال تيقوموا بعملية رش باش ما تكونش الغبرة للساكنة، فتحياتي ليهم. تحية لجميع الناس اللي تهتم بالتهيئ. كما قلت يعني واحد نسبة كبيرة ديال الساكنة فرحانة في هذه العملية ديال تهيئ الأزقة والشوارع ديال حي المغرب العربي. وإن شاء الله العملية اللي غتكون في مجموعة من المحطات، فبشرى سارة للمتابعين أن جميع الأماكن أمام المحلات التجارية والمنازل غادي تتم العملية ديال التبليط. نتمناو الخير للبائع الجائلين اصحاب الفراشه، انه تكون واحد العمليه ديال التفات لهذه الفئه. هذه الفئه بصراحه
يتواجد الان في شارع طارق بن زياد، وتنتمناو من الجهات المختصه في عمليه سقي هذا العشب أنها تعتني به، انه بدا تيصفار وكاين بعض الجهات اللي ما بقاتش فيها العشب. كذلك المواطنين يحترموا الاماكن اللي اللي تيدوزوا منها، ما يبقاوش غير يعفطوا فيه لانه تيموت. ما عرفتش علاش واحد يعني من مدار ديال المنتزه الى مدينه الرباط يعني العشب قوي، والان تشوفوا هنايا العشب ضعيف. هل هو علاقته بالسقي؟ لانه هذا الغاز هذا خاص تهلا فيه ضروري يعني بالسقي.